نشر العديد من الفنانين على حساباتهم الشخصية بإنستغرام ومواقع التواصل الاجتماعي صوراً لكواليس مسلسلات رمضان القادمة بصحبة فرق عمل المسلسلات من ممثلين ومخرجين ومصورين وغيرهم. ونشر الفنان خالد الصاوي صورة من مشهد له في كواليس مسلسل هي ودافنشي، والمسلسل من بطولة الفنانة ليلى علوي، خالد الصاوي، ياسر علي ماهر، محمد أحمد ماهر، خالد بكير، تميم عبد، ومن تأليف محمد الحناوي وإخراج عبد العزيز حشاد. وعلق خالد الصاوي على الصورة قائلا: دافنشي طبعة شعبية. كما نشرت الفنانة روجينا لمسلسل رمضان القادم الطبال من خلال نشر صورة لها برفقة الفنان أمير قرارة من كواليس مشهد المسلسل على حسابها الشخصي عبر انستغرام. والمسلسل بطولة أمير قرارة، روجينا، دينا صبري، عبد المنعم، نبيل عيسى، ومن تأليف هشام هلال وإخراج عصام نصار. وعلقت على الصورة قائلة: مسلسل الطبال رمضان 2016 بإذنك يا رب تكتب لنا النجاح جميعا. ونشرت الفنانة غادة عبد الرازق كواليس مسلسل الخنكة المقام عرضه في رمضان القادم على صفحتها الشخصية عبر فيسبوك، وعلقت على الصورة قائلة: هاشتاج الخنكة. المسلسل من بطولة غادة عبد الرازق، ماجد المصري، فتحي عبد الوهاب، كارولين خليل، ومن تأليف محمود السوقي وإخراج محمد جمعة. ونشر الفنان محمد رمضان كواليس مسلسله في رمضان القادم الأسطورة من خلال نشره لفيديو لأموال عديدة على الفيسبوك وإشياع أنها أمواله. ونشر فيديو آخر توضيحا عن هذه الأموال أنها تخص كواليس مسلسل الأسطورة، وعلق عليها قائلا: ثق في الله هننجح. المسلسل بطولة محمد رمضان، روجينا، وعماد زيادة، وأشرف زكي، ودنيا، وتأليف محمد عبد المعطي وإخراج محمد سامي. ونشرت الفنانة منى زكي على حسابها الشخصي على انستغرام صورة للفنانة سوسن بدري من كواليس مشهد لها من مسلسل رمضان القادم أفراح القبة. والمسلسل بطولة منى زكي وسيد رجب وجمال سليمان وصابرين وسوسن بدر ورانيا يوسف، وهي من رواية نجيب محفوظ وإخراج محمد ياسين. وعلقت على الصورة قائلة: درية القديرة، سوسن بدر، هاشتاج أفراح القبة، هاشتاج رمضان 2016. أيضا نشرت الفنانة هبة مجدي على حسابها الشخصي على انستغرام صورة لها من كواليس مشهد لها من مسلسل شمس ولد فضة، وعلقت بجملة في مشهدها: اللي طلع الفلوس الكتير ما تشقاش. والمسلسل من بطولة الفنان عمرو سعد، ريهام حجاج، بطولة الحداد، هبة مجدي، محمود فارس، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج أحمد شفيق. أما الفنانة ريهام عبد الغفور فتابعت نشر كواليس مشهد لها من مسلسل رمضان القادم القيصر. المسلسل من بطولة الفنان يوسف الشريف، خالد زكي، ريهام عبد الغفور، ياسر علي ماهر، ونخبة من ألمع النجوم، ومن تأليف محمد ناير وفكرة يوسف الشريف، ومن إخراج أحمد نادر جلال. وعلقت ريهام عبد الغفور على الصورة قائلة: هاشتاج قريبا، هاشتاج القيصر. ونشرت الفنانة لطيفة على حسابها الشخصي بإنستغرام صورة تجمعها بفريق عمل مسلسل رمضان القادم كلمة سر في ظل كواليس المسلسل، وهي من بطولة لطيفة، هشام سليم، حسن يوسف، إيمي سالم، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج سعد الهنداوي. وعلقت لطيفة على الصورة قائلة: هاشتاج قريبا، هاشتاج كلمة سر. وتابع الترويج لمسلسلات رمضان القادمة الفنان حمد المرغني، حيث نشر صورة من كواليس مسلسل وعد على حسابه الشخصي على انستغرام. والمسلسل من بطولة الفنانة مي عز، يوسف عثمان، حسن حسني، أحمد السعدني، ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج إبراهيم فخر. علق حمد المرغني على الصورة قائلا: كواليس مسلسل وعد مع العسل، ولاد العسل السكرة مي عز الدين، والجدع أحمد السعدني، وحسام داغر. هنأت الفنانة رندا البحيري فريق عمل مسلسل ليالي الحلمية الجزء السادس بنشرها الصورة من كواليس المسلسل بمشهد لحمد المرغني، وعلقت قائلة: الصورة دي مش من فيلم عربي قديم، الصورة من مسلسل ليالي الحلمية الجزء السادس اللي هشوفه في رمضان ده إن شاء الله. مبروك وبالتوفيق يا رب إن شاء الله. السؤال هنا بس، يا ترى النجم القمر حمد المرغني هيكون دوره إيه في المسلسل؟ مستنيك في الحلمية يا حمدي. المسلسل بطولة الفنانة إلهام شاهين، صفية العمري، هشام سليم، درة، حمد المرغني، ونخبة من ألمع النجوم، ومن تأليف أيمن بهجت، قمر، وعمر محمود ياسين، وإخراج مجدي أبو عميرة. ونشر الفنان خالد سليم صورة له من كواليس مشهد مسلسل رمضان القادم مأمون وشركاه. المسلسل من بطولة الزعيم عادل إمام، لبلبة، مصطفى فهمي، شيرين، ونخبة من ألمع النجوم، ومن تأليف يوسف معاطي وإخراج رامي إمام. وعلق خالد سليم على الصورة قائلا: تصوير مشاهدي في مسلسل مأمون وشركاه، دعواتكم. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.